صباح الخير مرة أخرى مشاهدينا. بالطبع كلنا تابعنا عودة منطقة الضبعة لأن تكون مقرا للمحطة النووية المصرية الأولى. طبعا احنا تأخرنا كتير في ان احنا نعمل محطات نووية، سواء كان التأخر ده سياسي أو التأخر ده علمي أو بيئي بأكتر من فكرة. هنحاول نتكلم عن المحطات النووية والأمان الخاص بيها، وإحنا محتاجين فعلا ان احنا نستخدم الطاقة النووية، وإحنا تأخرنا ولا لأ، هتفيدنا بإيه، الطاقة النووية عموما ممكن تعمل ايه في مستقبل مصر، ليس فقط للطاقة ولكن لاستخدامات اخرى. وسعدنا ان يكون معنا في هذا اللقاء دكتور محمد النشائي، عالم هندسة الطبيعة النووية والاستاذ بجامعة اسكندرية. صباح الخير. صباح الفل. لما الناس بتقال لها دكتور عالم في الطاقة النووية بيبقى في حاجز ان هو شخص علمي جدا، جاد جدا، شايف الدنيا بفكرة العلم. لو احنا رحنا للمواطن العادي لما بيسمع احنا هنعمل محطة نووية في الضبعة، وبيشوف مثلا من ضمن الذاكرة تشيرنوبل، بيشوف قريب في 2011 فوكوشيما في اليابان وما حدث فيها رغم التطور العلمي في اليابان، بيقول أنا خايف. هل احنا محتاجينها؟ هل احنا تأخرنا فعلا في ان احنا نعمل الطاقة النووية؟ هل ما فيش بدائل أخرى زي طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية؟ احنا محتاجين قد ايه لو احنا دخلنا الطاقة النووية ماديا، وكمان محتاجين ان احنا نعمل كم محطة؟ الحاجات دي أسئلة كتير قوي بيسألها المواطن العادي. شايف حضرتك نبدا من ايه؟ دي اسئله كتير قوي، نبدا بايه؟ نبدا من الاخر يا محمود. صباح الخير الأول. صباح الخير. انا مساء الخير، انا تقريبا ما نمتش النهارده عشان اجي لكم. الحقيقه اقول لك انا 100% في صف الطاقه النوويه، لا ارى بديل جاد غير الطاقه النوويه. برى ان هي ضروريه لمصر، وبرى ان مستقبل مصر مرتبط بيها، خصوصا بسبب المياه، ولا نستخدم الطاقه النوويه لتحليه المياه. بس ده من الاخر. من قبل كده بزمان قوي المقارنه مع اليابان لطيفه جدا يا محمود، اكتر مما تتصور. لان رفع الطهطاوي كان له واحد في اليابان مشابه له، وكانوا البلدين متاخرين، مصر واليابان. فقالوا يا ترى كمان 100 سنه انهي بلد اللي هتتقدم اكتر، مصر ولا اليابان؟ عشان المقارنه. قالوا طبعا مصر. اليابان دي ايه دي؟ دي بلد مركونه فيها شو جانز، والناس بيقتلوا في بعض ويخبطوا في بعض، وكل حته عليها امير وبتاع. لكن مصر دي دوله مركزيه، فطبعا هي هتتقدم. الغريبه بقى ان الدوله المتشتته اليابانيه اصبحت دوله مركزيه ديكتاتوريه، وكان وزير البحث العلمي هو ابن خال القيصر اليابان، وبعت رحله امبراطور اليابان امبراطور اليابان، وبعت رحله لامريكا. واللي ما يرجعش بالدكتوراه وبتميز كان بيتبهدل. يعني الحقيقه محمد علي كان اطيب كتير، هو كان بيتابعهم. محمد علي كان بيكتب للناس اللي رايحين البعثات ويقول لهم انتوا شاطرين، انتوا عملتوا، انتوا غبتوا، وكان بيقابلهم قبل ما بيسافروا. اذا اليابان مش حاجه فلته، بالعكس. بالذات بقى في حكايه تشيرنوبل اللي هو غلطه يابانيه ما تتعملش في مصر. فوكوشيما ولا تشيرنوبل بتاعت روسيا؟ احنا بنتكلم في الفوكوشيما. فوكوشيما ام سوري اي واز توكينج. او هقول لك على تشيرنوبل كمان. انها ما تتعملش برضه في مصر. فوكوشيما في اليابان ده غلط في التصميم، قديم ومحطه اصلها تجاريه، وما تاخذنيش برضو عدم الفساد اللي موجود في الحياه الاقتصاديه في اليابان سببها، بالاضافه الى الطاعه الرهيبه اللي مش موجوده عندنا الحمد لله لرؤسائنا. يعني لما رئيس واحد مصري، والمصري ده شايف ان 100% ده كلام فارغ، ورئيسه بيقول له لا انت ما انتش شايف صح، في اليابان هيقول له حاضر يا فندم انت اللي بتقوله صح، المصري مش هيعمل كده. بس لو اتكلمنا عن الفساد، لو الناس فكرت وسمعتنا دلوقتي تقول اذا كان الفساد ادى في اليابان ان احنا نشوف مشاكل في محطه نوويه او تقادم فيها او عدم صيانه، الفساد عندنا احنا عارفين انه اكبر. لا، في النقطه دي بالذات صدقني حصلت حاجات ما كانتش ممكن وما كانش مفروض حتى تحصل في اليابان، وفي الفساد الاقتصادي الياباني، لان كان في جهل في انا اخويا يمكن اشهر عالم تصميم مفاعلات في امريكا، لانه مسؤول عن عمليه الزلزال وتاثيرها. اخويا عمرو النشائي، استاذ الدكتور عمرو النشائي. فانا بقى اداني درس في العمليه دي، يعني فانا عارفها كويس جدا. هو كان مش قادر يتخيل ازاي سايبين
المحطة دي مفتوحة. ها يعني حاجة ما تحصلش إلا في اليابان. لا يمكن يحصل عندنا هذا، لأن علمائنا متقدمين جدا بشكل كبير أكتر مما تتخيل في هذه المواضيع. علمائنا الموجودين هنا، وأنا أؤكد لك ذلك، مش بيتبعبعوا، ما بيظهروش في التلفزيون، لكن يعرفوا حاجات كتيرة جدا، ويعرفوا ان في محطات آمنة 100%، وان الكلام ده اللي حصل في اليابان ما يحصلش. اما في شيرنوبل دي كانت في اوكرانيا بيشعروا سكانها في هذا الوقت انهم شبه محتلين من روسيا، هم جزء من الاتحاد السوفيتي. وكان الفساد، انت عارف في نكتة بتتقال ان الواحد الوحش يعني يروح جهنم الشيوعية ولا جهنم الرأسمالية. فالحقيقة جهنم الشيوعية، لأنه هيرتاح جدا، مش هيلاقوا نار، مش هيلاقوا فحم، مش هيلاقوا كبريت، مش هيلاقوا مش عارف ايه. فده اللي كان حاصل الحقيقة، الإهمال الفظيع اللي كان بيخلي الضباط الروس نفسهم يجوا يقعدوا في مصر عشان يستمتعوا ببعض النظام وبعض عدم الفساد اللي كان في الاتحاد السوفيتي ما كانش قليل خارج روسيا احتلت بلاد كتير جدا ومنها اوكرانيا. الكلام ده مش هيخوفني، ومش والاضرار اللي ممكن تنتج حتى من تسرب لا تقارن بالاضرار اللي ناتجه من فقر موجود في مصر. مش محتاجين انه يكون موجود في مصر، لان اعظم دوله في منطقه البحر الابيض المتوسط هي مصر، وما يصحش يكون ده موجود. هنوازن ما بين، هنحاول في سؤالنا ده او في حوارنا ده نوازن ما بين احنا عايزينها ليه، او احنا محتاجين ليه الطاقه النوويه، وفكره هل ممكن نستغنى عنها لطاقه بديل ولا لا. يعني عشان انا دلوقتي حضرتك بتقول ان انا محتاج الطاقه النوويه ليس فقط للطاقه، ولكن ايضا لتحليه المياه اللي انا عندي او من المحتمل ان انا اكون فيه عندي مشكله فيها. ده جزء. الجزء الثاني الطاقه العاديه اللي هي انا محتاجها للطاقه. لكن هل ما فيش مصادر للطاقه ترى حضرتك زي مثلا الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح ممكن استخدامها بديل؟ بمعنى ان احنا بنشوف دول دلوقتي يمكن بارادتها او غصب عنها او براي رد فعل شعبي بتحاول انها تنحي جانبا الطاقه النوويه وتذهب الى الطاقات المتجدده الخاصه بطاقه الرياح والطاقه الشمسيه. لا، الحقيقه انا لا ارى بديل حقيقي للبترول والغاز الى الطاقه النوويه. ويرى معي يعني اكتر عدد ممكن تتخيله من الدول باستثناء المانيا اللي انا اتربيت فيها وعارف ده النعمه طالعه من ودانهم. الفرنسويين اللي قصادهم وما هماش فقراء، يعني 70% من الطاقه بتاعتهم جايه من الطاقه النوويه. 70%. اذا مش محطات الطاقه النوويه موجوده في باريس، وانا عندي بيت في المانيا جنب ميونخ، في ميونخ محطات جوه. في ناس بتعترض. وبعدين اصل في شبح كده اسمه الطاقه النوويه، الحاجه اللي الناس ما تشوفهاش بيخافوا منها قوي، في اشعاع. ده ناتج لعدم وعي. الجرينز او اللي هم بيسموها الخضر بيسموهم في الملك دي جرينن دول عندهم فوبيا اسمها الطاقه النوويه، ولقوا انها ماشيه مع الشعب البسيط. فليه ما يوصلوش للحكم عن طريق كده؟ هددوا حكم ميركل انسانه عاقله جدا جدا، انا احبها جدا، وبتاخذ مواقف عقلانيه. فقالت نسكت الناس دول، ما نوقعش الحكومه، ونصرف يا ست التريليونات اللي احنا مخزنينهم. يا ريت عندنا التريليونات دي. احنا عندنا نقص في المياه، مش يمكن يحصل عندنا، احنا عندنا نقص في المياه. احنا عندنا بلدنا صحراء ممكن تكون جنه لما احنا نستخدم التحليه على نطاق واسع ونروي الصحراء من غير ما ندخل في مشاكل زي مشكله الوادي الجديد ده ولا توشكا ولا حاجات زي كده. لا، احنا الطاقه النوويه دي ضروريه. الاشياء التانية نعملها باي اول مينز من عينيا. الريح لا، ده البروبيلز دول بتوع الريح اولا بيعملوا دوشه ضخمه جدا. المناطق السكنيه اللي في الدنمارك انا لا يمكن اروح اوتيل وقريب منه البروبيل دي اللي هي المروحه دي بتاع لان بتعمل صداع، بتعمل حاجات كتير. طبعا دي الناس المرفهين، الراجل اللي عايز ياكل ما بيفكرش في الصداع وعايز ياكل الاول. انا شايف ان دي حاجات متقدمه غاليه وملهاش كمان
المساحه الكبيره بتاعت النوويه. الطاقه النوويه مش مجرد بس طاقه، دي بتستخدم في العلاج وبتستخدم حاجات كتير. وطبعا لابد ان كل دوله تفكر لما العالم ده يبقى عباره عن غابه، كل واحد عنده قنبلتين او 3 أو 20 بيهدد جاره، فكل الناس هيقول لك انا عايز كمان الطاقه النوويه كدرع حربي ليا. ايران بتعمل كده، اسرائيل بتعمل كده، فاحنا لازم يكون عندنا الطاقه عشان لما تبقى دي غابه يبقى احنا كمان نقدر ندافع عن نفسنا لما يطالب مننا كده. لكن انا اساسا عايزها للاقتصاد. الطاقه النوويه شيء ضروري جدا لاقتصاد مصر، وانت عارف الهند توسعت في الكلام ده قد ايه. عايز تقول لي ان الشخص العادي في الهند، العادي مش النخبه، العادي في يعني اعلى مستوى من مصر؟ لا بدون شك، لا بالعكس، الشخص العادي في مصر اعلى مستوى من الهند من الناحيه الاقتصاديه. تقصد حضرتك ان هذا القرار خاص بالطاقه النوويه او استخدامها لابد ان يكون على اعلى مستوى، وما يبقاش في فكره اصل انا مضطر ان انا اعمل ده عشان الطاقه وعشان تحليه المياه وعشان الاستخدامات السلميه، وقد تؤدي الى استخدامات غير سلميه وانا محتاجها برضو لظروف عندي الامن القومي. يعني قصد حضرتك انها مجمعه لازم تستخدم للتجمع ده. الشمسيه غاليه جدا في الوقت الحالي، ممكن ان شاء الله نقعد ندعي لربنا ان يساعد الجماعه العلماء نبدا في التطوير يشتغلوا في الطاقه الشمسيه. لكن هم متصورين ايه؟ شويه شمس طالعه يا سلام، دي عمليه بسيطه قوي، نحط كده صفيحه وتجيب لنا طاقه. لا، ده انت لازم تغطي مناطق الشاسعه من الصحراء الغربيه والصحراء بهذه الشرائح وهذه المرايات، ودي عايزه تتنظف والصيانه وغلاء. ده كلام في امريكا ما زال تجريبي. هو لو الطاقات البديله صحيح تحل كل المشاكل، كانوا امريكا احتلوا افغانستان وضربوا العراق وبيخربوا في كل حته عشان ياخدوا البترول ببلاش. لا، الموضوع الطاقه النوويه مهم جدا لمستقبل مصر، مش مستقبلي انا عندي 70 سنه، هموت كمان 10 سنين بالكتير، لكن اولادي صدقني، في لما يعملوا صد النهضه في اثيوبيا، واحد مغفل طلع قال نضرب اثيوبيا بالقنابل ومش عارف ايه. طبعا الحمد لله مش على مستوى الدوله، انما على مستوى المغفلين. ما يوريك الخطوره اللي موجوده لما كان بلد كمان يبتدوا. السودان اتأثر بقى، في السودان دي كانت انا كنت وانا طفل، بس عشان تعرف السيكولوجي بتاعتي، انا وانا طفل الحاله النفسيه كنت كل يوم الصبح اقول تحيا يحيى فاروق الاول ملك مصر والسودان. فالسودان نفسها ما عادتش ملك السودان. فالتغيرات الشنيعه دي اللي بتحصل لازم انا احسب للمستقبل، مش ان ابني بس في الضبعه. ده انا محتاج ل20 محطه، هنبتدي بالضبعه. انا ما تفرقش معايا. على ما اتذكر ان اي محطه نوويه محتاجه ان تكون جنب مصدر مياه متجدد. مش بالضروره، بس ممكن. عشان كده بياخدوها، لكن مش بالضروره. يعني قصدي يعني فكره ان تم اختيار موضع تاني غير الضبعه كمان مع الضبعه، يعني طبعا هيبقى مثلا يا حته كمان على البحر المتوسط او على البحر الاحمر او البحر الاحمر الاثنين. وفي اماكن اللي اؤكده لك كشخص متخصص ان في اماكن كتير جدا اخترنا الضبعه وعملنا فيها، خلاص تفضل الضبعه. لكن يعني القصه زي احنا عيال صغيرين تعرف حكايه الدبانه ولا مش دبانه؟ تعرف حكايه؟ انا زهقت من كلمه الضبعه. يا عم ابنيها مطرح ما تبنيها، ابنيها عند الهرم، بس خلصونا ابنوها. انا بقول ده كلام كله سياسي، ده كلام لان في قوة ما يهمها جدا ان مصر تتاخر بكل البدع والافكار الايه البسويدو ساينس كده، مظهرها الخارجي المحافظه على البيئه، المحافظه على مش عارف ايه، والمحافظه كله بكش في بكش. عشان اقولها بالبلدي، مصر محتاجه للطاقه النوويه ولابد ان نبتدي فيها، وتاخرنا فيها جدا لاسباب سياسيه. طبعا السيد الرئيس السابق حسني مبارك كان عايز يعملها، لكن كان في ضغوط خارجيه عليه. متاكد انا اي واحد جاي في مصر وعايز يعمل طاقه نوويه حقيقيه هيبقى عليه ضغوط من الخارج. والبراعه في السياسه بقى
ان انت ما مش تفقدش ضغوط خارجيه أصدقاء. بس، كمان لا هيطلع له ضغوط من الداخل والبيئه وكذا وكذا. يعني هي الفكره الاقتصاد هو فقه الاولويات زي ما بيقولوا، احنا بنقول هنبتدي بايه ونعمل ايه. احنا معانا مهم جدا الطاقه. انت أول لما حاجة. كاقتصاد اولويات، وانت راجل اقتصادي انا عارف. الطاقه دي اول حاجه. ده يعني زي ما تقول مش هقدر at the beginning there was a word. في البدايه كانت الطاقه الحقيقه. تمام. احنا معانا اتصال تليفوني، نقول الو. صباح الخير. صباح الخير. الو. طيب هو ما بلغوني ان في اتصال، مش عارف هل هو جاهز ولا لا. طيب نرجع لموضوعنا. حضرتك بتقول 20 محطه. 20 محطه، لو انا فكرت ان انا هعمل 20 محطه يعني محتاج على الاقل وقتا 10 سنين، لكن محتاج تقريبا يعني عشان يكتمل البناء. لكن ناقص الجزئيه الثانيه، هل احنا قادرين ان احنا يكون عندنا الاموال اللازمه لبناء هذه المحطات، ولا هنحتاج ان احنا نعمل شراكات مع القطاع الخاص او منح من دول اخرى؟ مش شرط منح علميه، كمان منح فنيه. الحمد لله انت اقتصادي، فانت عارف العمليه تتحل ازاي احسن مني. طبعا الاقتصاد المشترك زي سامويلسون ما قال هو الحل، مش الكلام الفارغ بتاع امريكا. وعشان كده قعدوا اخروا جائزه نوبل في الاقتصاد اللي بيديها على فكره البنك المركزي بتاع السويد، مش هيئه نوبل، هي بس الاسم وجيه كده فبيحطوه يعني. ما خدش جائزه نوبل عشان بيقول الكلام ده. الاقتصاد، انت شفت الرأسمالية المتوحشه المتطرفه زي الشيوعيه المتطرفه بالظبط، والاثنين فاشلين. وانت كاقتصادي فاهم كده. فاحنا عايزين طبعا نشرك القطاع الخاص بدون شك، ونشرك كمان الاجانب. انا مثلا كانوا دايما يقولوا هي شغلانه، انت معجب احمد شفيق انه بنى المطار الجديد ده، هي شغلانه ده جاب راس مال خارجي ومش عارف وشركات خارجيه. انا عايز كده. انا يهمني ان يكون عندي مطار، وبعد كده يبقى مطار مصري. يهمني يبقى عندي محطه، وحتى لو الامريكان هيشغلوها في الاول وفي الاخر انا ما اعرفش. ما هترجع لينا برضه، هترجع لينا. انا متران مره انا كنت في فرنسا وقتها، زعلانين منه جدا انه سمح للعرب يشتروا اراضي، فوقف كده وبسخريته اللطيفه قال انا معكم. انا اي عربي هيطلع من فرنسا وهنقفشه في المطار مع ارض فرنسويه هنقبض عليه. بس كلام فارغ. العالم بقى حاجه كبيره، طبعا لازم احافظ على استقلالي، لكن بدون شك لازم اتعاون مع العالم كله واسمح بالاستثمارات. والحمد لله احبابنا اللي ايدونا وقفوا معانا، المملكه العربيه السعوديه، الامارات، الكويت، ما هم دول عبقرة وجبال شاهقة مادية، ويحبوا جدا يستثمروا عندنا. ده هم الامريكان بيطلبوا منهم المساعدات، وهم حبايبنا، فانا اخاف من ايه؟ يعني قصد حضرتك ان هو اذا كان العرب اكبر مستثمرين في الدول الاوروبيه وفي امريكا، فبالتالي من الممكن ان يكونوا هنا او يتم تحويل بعض استثماراتهم. ده اكيد. يعني هي دي الفكره. ده نحن نسمح بهذه الشراكات. احنا قليلين نسمح بالشراكات وليس الامتلاك الكامل، وده ده موجود في ده ندرسه. دي ديتيلز، فاين ديتيلز. لكن الخط العريض افتح الموضوع ده، افتح من كل ناحيه. الحقيقه الانغلاق مش طبعنا ومش وضعنا الجغرافي ومش وضعنا الاجتماعي. احنا كل حد بيجي عندنا حتى كغزاة بينصهروا بيبقوا مصريين. فاحنا ما نخافش من حكايه ان احنا نفتتح في حكايه الطاقه دي اللي هي اول حاجه. عشان اتحرك لازم يكون طاقه. يعني انا الطاقه بتاعتي ابتدت تقل لان تعبان دلوقتي. لكن الحقيقه يا محمود مهم جدا التفكير الاقتصادي المخلوط مع التفكير العلمي. العلم لوحده لا يعني اي شيء. الاقتصاد لوحده كلام فارغ. حط الاقتصاد مع العلم وانت تبني مصر الحديثه زي محمد علي باشا بالظبط. يعني حضرتك شايف ان احنا نبدا من دلوقتي ونبدا مع الضبعه ونبتدي نختار مواقع اخرى لهذا الموضوع. بس هل من المفترض ان انا استنى نجاح التجربه؟ لا. ام ادخل التجربه بشكل كبير؟ لا بشكل كبير. بس ما انا حتما هو انا معقول هعمل اكتر من محطه في نفس الوقت؟ يعني فيري انلايكلي، مش محتمل. بس خلينا بقى نخلص. انا سمعت الضبعه دي يا محمود لغايه ما كنتش قادر اسمع كلمه ضبعه من كتر ما انا بيسالوني عنها بقى لهم 12 سنه. فيعني الرحمه يا جماعه
الموضوع ده مفتعل، التعطيلات دي مفتعله، ارجوكوا ده مستقبل مصر ما فيهوش هزار. تتوقع ان ممكن مثلا نلاقي مشاكل الضبعه دي او مشاكل المواقع بتاع المحطات النوويه في اكتر من مكان؟ لان احنا المفروض زي ما قلنا يمكن في الحوار ان احنا هنلاقي اكتر من مكان، وخصوصا ان هم كلهم هيبقوا على السواحل او معظمهم هيبقوا على السواحل على اختيار ده لتبريد المفاعلات وما الى ذلك. لكن شكل لما حد بيسال السؤال ده بيقول الطاقه النوويه، بتلاقي عناوين كتير قوي في جرايد، تلوث البيئه، مشاكل المحطات ما الى ذلك. لو المواطن العادي بيسمع الكلام ده، حضرتك كعالم تقول له ايه؟ لا ده المواطن العادي هنا الكلام مش مفروض انه اوعدكم اقتلوني لو حصل منها تلوث اكتر من اللي موجود حاليا. احنا عندنا تلوث في البيئه يخلي اي تلوث اضافي لا يظهر. لا ما مش معنى برضه ان احنا نزود. انا بهزر. انا عارف ان انت عندك سنس اوف هيومر، انت بتقول العلماء دمهم تقيل وما بيهزروش، انا بهزر. لكن النقطه فعلا لا، الموضوع المحطات الحديثه اللي وبعضها مش معلن عنها، بعضها اصغر من الاستوديو ده ومتنقله. اصغر من الاستوديو ومتنقله وبقوه المحطات الكبيره. يا ريتنا. شوف احنا مش تاخرنا عشان ما بناش الضبعه، احنا تاخرنا لان اللي علموا الامريكان زي الدكتور الوكيل اللي علمه، اللي هو كتابه مقرر في الجامعات الامريكانيه. الدكتور الوكيل ده مصري من المنصوره من بلدياتي بزغط البط زي بالك. ف احنا اللي اخترعنا، احنا اللي ساهمنا في اختراع العلوم دي. ده التاخر الحقيقي. انا بكون ممكن اعمل انا المحطه عندي مش استوردها، هي دي شغلانه. هو هل ممكن ان احنا دلوقتي نعتبر ان احنا وصلنا لصناعه الطائرات لما احنا بنشتري البوينج وبنشتري المرسيدس وبنشتري مش عارف ايه؟ ما بنشتري، احنا بنشتري محطه. ده اضعف الايمان. فخلونا نمشي في الطريق ده بسرعه، وكل المعوقات معوقات مفتعله من جار صغير جدا مشاكس انا عارف اسمه مش هقوله، اللي هي الشعره الخاصه ما بين الاستخدامات السلميه والاستخدامات العسكريه. هو مفيش حاجه تانية غيرها. واحد عنده 500 راس نووي، والدكتور بلادي ما بروحش يزوره لما كان في محطه، كان في مؤسسه النفاق النووي اللي هي موجوده في فيينا، انا مسميها النفاق العالمي النووي، يعني ما كانش بيزورهم. وايران هتبني 2 3 قلبوا الدنيا عليها، هي طبعا عندها، واحنا لسه بنجيب محطه. ما فيش بلد عربي عندها محطه ذريه. قلبوا الدنيا علينا وطلعوا لنا البيئه ومش البيئه. ده نظافه للبيئه، الفحم ده ملوث للبيئه. في مصادر متعدده، عايزين لنا انظف حاجه في الدنيا اللي يا دوبك المانيا بجلاله قدرها هتعملها، انها بتحاول تبعد شويه عن الطاقه النوويه. ايوه المانيا، اوعدكم لما نبقى في مستوى المانيا سوف هنستغنى فورا عن الطاقه النوويه. طيب يعني احنا الموضوع كله تحول من الشكل العلمي الى الشكل الاقتصادي، وشايف ان هو الافضل ان احنا نبدا في هذا الطريق الان. بالضبط. المشكله الماديه موجوده، ما زالت موجوده. المشكله الاعلاميه ما زالت موجوده. هل من الممكن ان احنا نعزز كل الطرق، بمعنى اخد الطاقه النوويه وابتدي اشتغل فيها، واعزز كمان الابحاث بتاعه الطاقه المتجدده، وكمان الابحاث بتاعه الطاقه الشمسيه، مع اختلاف المناطق، لان كل اختلاف مناطق مصر المناخيه مختلفه. اذا انا حطيت المناطق النوويه او حطيت المحطات النوويه على البحر، يبقى انا اقدر ان انا اعمل طاقه شمسيه في الصحراء في الواحات، اعمل طاقه رياح على جبال البحر الاحمر لانها غير مأهوله، زي ما حضرتك بتقول المراوح والجزء الخاص بالطاقه طاقه الرياح تحتاج الى مناطق غير مأهوله. يعني الفكره نفسها هتقف عند عائق التمويل المادي، هل يكون ذاتيا ام يكون شريكا اجنبيا ام يكون من داخل الدوله. وهنا المشكله، يمكن العلماء بيقولوا احنا ما عملناش، لكن في الاقتصاد هو الاولويات. ابدا بايه؟ ابدا بان انا ابتدي اعمل مشاريع عشان الناس تشتغل وعندي ازمه بطاله، ولا ابدا في طاقه نوويه احط فيها فلوس؟ ما هي اذا كنت عايز بقى تتكلم قوي بقى هنلاقي نفسنا في عقر السياسه والحاجات اللي وجعاني في قلبي يا محمود. لا ما يعني في البدايه بقى يا محمود، وانت اللي جريت سكت بطريقتك اللطيفه. البدايه قبل كل ده ان ما يبقاش في حظر تجول.
لان انا بخسر 2 مليار كل شهر من حظر التجول. لكن لو انا ما عنديش حظر تجول بسبب التكسير في مصر والبنيه الاساسيه بتاعتها، هخسر كل شهر 2 تريليون. يا جماعه البدايه بقى هو الامن، البدايه ان ما حدش يعترض على وزير الداخليه لما يطلب سلطات قويه، انا هديها له. البدايه ان انا بقول لك وانا قاعد اصادق، وحتى لو هزعل اصدقائي من المثقفين، انا معتبر مثقف على فكره، الرغم مش باين عليا لكن انا مثقف. ان انا بقول لك انا اثق في الجيش المصري اكتر ما اثق في نفسي كتعبير. شوف يعني لما قلت لي انا بقول حاجه وهم بيقولوا حاجه، انا اثق فيهم اكتر. البدايه دي البدايه، لو كانت هذه البدايه موجوده وماشيين في الطريق، احنا ما عندناش مشاكل ماديه، دي مشاكل وهميه اوجدناها لنفسنا طبعا بفرحه شديده من دول موجوده في الخارج وتتصنع زي دموع التماسيح، هم أس البلا ويجوا يحكوا لنا على الديمقراطيه وما شابه ذلك. يعني انت حضرتك مش مقتنع بفكره انه في بعض الاحيان زي ما شفنا في امريكا من يومين البعض يصنفها ان الديمقراطيه الزائده داخل امريكا قد تدفع بامريكا الى حافه الهويه، لا، وبالتالي مش المفروض نستخدمها دلوقتي؟ لا، ده الديمقراطيه في امريكا مش زائده كمان. يعني 50 مليون واحد عايشين في فقر في امريكا، في بلاد في امريكا ومدن في امريكا شكلها زي البلاد اللي دمروها في العراق. واظن انت عارف المخرج الامريكاني العظيم اللي عمل الفيلم عن المصايب الموجوده في امريكا، ويصرفوا تريليونات على ناسا ويصرفوا تريليونات على كلام فارغ. لا، دي مش ديمقراطيه. وبرضه الهند بتعمل نفس الكلام في الطاقه النوويه وابحاث الفضاء، ما زال الشعب فيه عنده مشكله. الديمقراطيه بتاعتي لا، ده انا عاملها اساسا للشعب. عندي انا، انت بتتكلم عندي يعني. لا، انا عاملها للشعب. الديمقراطيه اعتقد تلاقيها في النرويج، الديمقراطيه تلاقيها في بريطانيا الى حد ما، بس الحقيقه الديمقراطيه بتاعت امريكا دي ما بتدخلش مزاجنا خالص. طيب احنا دلوقتي دخلنا من الطاقه النوويه الى الاقتصاد الى السياسه، الى عدم تقديري لامريكا. تمام. المواطن العادي هنا الرساله الاخرانيه قبل ما نخلص حوارنا اللي استمتعنا بيه كلنا. المواطن العادي عندما يسمع الآن في نشرات الأخبار وفي الأحاديث الصحفية والأحاديث الإعلامية الطاقة النووية قد تؤدي بنا إلى كوارث، إذا كان هناك دولة زي اليابان بكل تقدمها حصل عندها نفس المشكلة، روسيا بكل تقدمها حصل عندها نفس المشكلة، ممكن نستغنى عن هذه الطاقات. وأنا بعيد السؤال لأنه ممكن يتقال برضو بعيد السؤال لأن المواطن العادي بيشوف كتير وعنده توك شو كتير وعنده صحافة بيقراها كتير والناس تتكلم مع بعضها في فكرة في خوف او حاجز نفسي عند الطاقه النوويه. انا لما ببلغ الرساله دلوقتي حضرتك كعالم ويعني لك حضرتك يعني برضه راي سياسي وراي اقتصادي، هقول للمواطن العادي ايه لما يسمع بعض الانتقادات لاستخدام الطاقه النوويه او بناء محطات نوويه؟ كذب، زي محاولتهم التشكيك في الجيش المصري، كذب زي محاولتهم التشكيك في ثوره الشعب المصري، كذب وممول عشان يوجهنا في الاتجاه الغلط. واعتقد الكوارث اللي شفناها في مصر كلها كوارث ناتجه عن الجهل والفقر، ومش عايز اطلع فيها اكتر من كده، لكن صدقني وبقول للمواطن العادي دي اوهام غربيه. قلت انا حصلتش في روسيا، دي حصلت في الاتحاد السوفيتي في حته محتلها اسمها اوكرانيا. ما حصلتش في اليابان لان اخويا قاعد يقول لهم، اخويا المصري عمرو النشائي واديكم الايميل بتاعه، قال لهم في اليابان يا جماعه اقفلوا المحطه دي، ما سمعوش كلامه لان لاسباب ماديه هم اللي غلطانين. هو اليابانيين ما هو لو اليابانيين عباقره ما كانوش دخلوا في حرب وسببوا لنفسهم اتضربوا مرتين بقنابل ذريه من امريكا. ما انت عارف ان امريكا اقوى منك تدخل معاها في حرب قاتله وتهاجم بالهربل. اذا هم عندهم تخريف، هم الانسان في كويس والوحش، لكن انا متحيز للانسان المصري. وبعدين هقول لك حاجه بقى، لما تتعبوا جدا جدا انا بقولها والناس بتزعل مني، اقول يا محمود على ضمانتك ادوها يا جماعه للجيش يحلها وخلصونا. قالوا لي البحث العلمي اديهم للجيش وخلصونا. الجيش هيعمل ايه ولا ايه؟ ده بقى امر ربنا هو عايز كده.
المهم فعلا ان احنا نمشي لقدام، والاهم ان احنا نوصل ان احنا يبقى عندنا طاقه نقدر نستخدمها عشان نقدر نطور الاقتصاد، وفي الاخر بيعود على المواطن العادي في شركات وفي مشروعات وفي فرص عمل وفي حاجات كتير قوي يعني. في ناس ما عندهاش ميه يا محمود، في ناس ما عندهاش نور في مصر، في ناس ما عندهاش صرف صحي. ده كله ناتج لنقص الطاقه في مصر ونقص حاجات كتير. لكن بتبتدي بايه؟ زي ما انت قلت في اوليات، بدون شك الطاقه من اولياتنا، لكن قبل الطاقه بقى الانضباط، وان احنا نعيش في سلام من غير الهوجه اللي احنا عايشين فيها حاليا. دكتور محمد نشائي، عالم هندسه الطبيعه النوويه، استاذ بجامعه اسكندريه، شكرا لحضرتك وصباح الخير مره اخرى. وانا سعدت جدا باللقاء. انا شاكر بسعه صدرك، لان في كتير كانوا يقولوا انا في البي بي سي قفلوا عليا، البي بي سي في لندن يمكن الوقت قفلوا عليا. لا قفلوا عليا. صباح الخير يا فندم، وانا استمتعت جدا باللقاء، واعتقد يعني المشاهدين استمتعوا بهذا اللقاء. شكرا ليك يا فندم.